السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. قبل ما ابدأ الفيديو معاكم بعد غياب طويل، ربنا يرجعنا بقى بالسلامة ان شاء الله. اتمنى دعوة حلوة كده من قلوبكم ليا الفترة اللي جاية بإذن الله. يلا مع بعض نعملوا حاجة حلوة كده ترطب على قلوبنا في الجو الربيعي الجميل اللي احنا فيه ده. عندي هنا في الخلاط استعملت كوباية من السكر وثلاث بيضات كاملين. وطبعا عشان البيض حطيت باكت من الفانيليا. هحط عليهم كمان كوباية مش كاملة قوي من اللبن، واحط كمان نص كوبايه من الزيت، ويا ريت نوع الزيت بيفرق معانا جدا في الطعم. هديهم ضربه في الخلاط وبعد كده هنزلهم عندي في اي بوله، وهكون مجهزه عندي كوبايه ونص من الدقيق. طبعا احنا عارفين ان في الكيكه من اسباب نجاحها ان احنا ننخل كل المكونات اول باول. حتى البودر انا هحط هنا معلقه ونص من البودر، يعني مش معلقه ونص كاملين قوي عشان كميه الدقيق مش كتيره قوي. واحط كمان رشه من الملح، وهقلب كل المكونات دي مع بعضها. طبعا اكون مجهزه القالب اللي انا هحط فيه الكيكه، وتكون مدهون كده بدهنه سمنه او زيت بسيطه، وهنحط رشه دقيق وبعد كده نحط الكيكه. ودي اهم حاجه عشان لو الكيكه دي ما اتقلبتش هتفشل معانا. والفرن يكون جاهز على درجه حراره 180، وهنسيبها لمده 40 دقيقه 45 دقيقه. واهم حاجه ما تفتحيش عليها الفرن، سيبيها في الرف الوسطاني وخلاص. نجهز بقى الطبقه التانية اللي هنعملها معانا للكيكه. معايا 2 باكت من الجيلي الفراولة وكوبايتين من المية. هقلبهم كويس جدا لغاية ما يدوبوا، وهرفعهم على البوتاجاز. اول ما يبدأ يغلي معايا انا مش هحط مية باردة ليه، انا هكتفي كوبايتين المية دي، وهطلعه على جنب يبرد لحد ما الكيكة بتاعتي تطلع من البوتاجاز. اول بقى الكيكة ما تطلع معايا هبدأ اطلعها كده واشوفها كده من الجوانب، وان شاء الله ما تلزقش معانا. هنقلبوها على اي حاجة بره عشان هحتاج القالب بتاعي ده هنضفه كويس بعد ما طلعت الكيكة منه. كده تمام. القالب بقى بعد ما نضفته كويس مكان الكيكة هحط فيه نص كمية الجيلي السايلة اللي انا عملتها، وبعد كده هخليه يدخل التلاجة لحد ما يجمد معايا بالشكل ده. الخطوة الجاية ان انا هجيب الكيكة اللي انا كنت حطها على جنب هقلبها عندي فوقيها، ونص كمية الجيلي السايلة هخليها بقى عشان اسقي بيها، وده يكون سبب ان الطبقة اللي فوق بتاعت الكيك تلزق مع طبقة الجيلي اللي تحت. وهسيبها في التلاجة كمان ساعة او ساعة ونص، والكيكة دي هتتاكل باردة، وبإذن الله تعجب اولادكم، هيبقى طعمها حلو جدا. الكيكة نفسها المكونات بتاعتها هتخليها تطلع معاكي ناجحة وهشة وطرية جدا، مع بقى طبقة الجيلي اللي فوق هتديها طعم لذيذ. اضافة حلوة، وجربوها ويا رب تعجبكم بإذن الله. ما تنسوش بقى زي ما قلت لكم دعوة حلوة من قلوبكم الفترة اللي جاية. السلام عليكم.